ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدا الفيديو زي ما احنا متعودين تعالوا نصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل كده روتين يوم فلاح اصيل. هنخبز عيش بلدي مع بعض. العيش بتاع المطرحه يا جماعه، تمام؟ آه، مش العيش بقى اللي هو البطاطي ولا العيش في اسامي كتير قوي للعيش، بس هو ده العيش الفلاحي بتاعنا. تمام. طبعا احنا مش بنعمل كيلو ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة، احنا بنعمل ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر اقل حاجه 15 كيلو. تمام. النهارده كده انا عامله 15 كيلو عشان احنا بنعمله وبنحطه في شنطه كده ونحطه في الفريزر نسحب منه بقى لحد لما يخلص. المهم انا جبت الدقيق ده كده واتنخل كويس جدا وحطينا عليه ملح زي ما انتم شايفين كده اهوت، وقلبناه كويس. الدقيق ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن دقيق وميه وملح وخميره، دقيق وميه وملح وخميره، مفيش اكتر ولا اقل من كده، ولا زيت ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه من الكلام ده. هو دقيق وميه وملح وخميره فقط لا غير. هنا بقى الخميره عملناها بايه؟ حطينا حبه ميه، آه شبه ان هما سخنين، شبه. عارفه انت لما تكون تيجي تعملي رضع كده البيبي وتيجي كده تختبر الميه، هي الميه بتبقى كده. ونحط فيها الخميره ونحط فيها معلقه سكر ونقلبها ونسيبها كويس كده لحد لما تبقى معانا زي ما انتوا شفتوا كده. اياكم اياكم تحطوا خميرة على مية سخنة يا جماعة، مش هتبقى لطيفة خالص وهتزعلوا منها جامد اخر حاجة. تحطوا يبقى المية زي ما قلت لكم كده زي دمعة العين. تمام. طبعا هنا انا بعجن انا وبنتي، هي اللي ايدها باينة قوي دي وانا اللي ايدي اليمة التانية. تمام. هي مش بتعرف تعجن، بس يعني انا بعلمها العجين يعني ايه. احنا كده يعني ايه، بنتعلم واحنا صغيرين، اللي هو مثلا ايه، هي مثلا اقول لها اعملي كذا مش عارف كده، يعني واحده واحده كده ايه تتعلم ايه اللي بيحصل في الدنيا يعني وفي الشغل بتاع البيت وكده. فانا خليتها تعجن معايا كده اهو. آه نرجع على موضوع الخميره. مره نسيت حطيناها على ميه سخنه، وكنا بنعمل قرص طريه، وفي القرص فضلت حوالي كتير جدا ما خمرتش، وكان الموضوع صعب قوي. تاني حاجه جيت مره عملت بيها سينابون وبرده نسيت وحطيت، وما افتكرتش غير بعد ما خلصت السينابون خالص، ايه ده انا حطيت اللبن كان سخن وانا حطيت الخميره ومش عارفه ايه إيه الكلام ده. المهم ان نحذر قوي موضوع الخميره ده ونحطها على حاجه سخنه لان بتموت البكتيريا النافعه اللي فيها. بعد كده بنحط بقى الميه. تمام. احنا حطينا ايه؟ حطينا الدقيق والملح وميه، وقعدنا بنفضل بقى نقلب كده لما نتوه الميه كلها والخميره زي ما انتوا شفتوا كده اهو. وبنفضل نعجن بالطريقه دي لحد لما نلاقي يعني نحصل كده على عجين. بصوا هوريلكم دلوقتي هيبقى قوامه عامل ازاي. و زي يعني هو بيبقى سايب شويه كده. انا هوريكم القوام دلوقتي، انا مش يعني مش عارفه اجيبها لكم كده بالتقريب قوي، بس انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا العجين اللي احنا عايزينه هيبقى عامل ازاي. تمام. هنا اهوت بصوا هنا بنفضل بقى نعجن ونحط ميه ونحط ميه ونعجن ونحط ميه ونعجن. وعدنا يا رب وعدنا وعدنا يا رب كده نجيب عجين يعني اليومين دول كده. شفت كذا عجان كده، العجانات اللي هي بالمنزليه وكده، واللي هي بتاعت مش العجانات اللي هي بتاعت الحلويات يا جماعه، لا، العجانات اللي هي بتاعت العجين. اللي هو مثلا 10 كيلو 15 و30 لحد ال 40 كيلو ده. بصراحة يعني منخشش في دماغي قوي. يعجن بقى عيش قمح، يعجن قرص، يعمل فطير، يعمل اي معجنات. يعني حلو جدا بصراحة وسعره حلو. يعني مثلا اغلى حاجة مثلا يبقى هو مثلا عامل في حدود 7,500، مش اكتر من 8,000. وعدنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وعدنا بالعجان ده عشان العجين ده بالطريقة دي بيهد الحيل جدا. هنا بقى كنت بحاول اللي هو انا عايزه اطب العيش يا جماعه، انا ما فيش نفس ان انا اطب عيش، بس كنت بحاول ان انا ايه اطب العيش يعني وكده. تمام. بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي بنشيل كده حبه عجين حلوين كده ونروح رميينهم كده رميه لحد لما تعمل بقليله كده ونروح مفسينها. طب لو ما عملناش البقليله دي ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه، عادي يعني. انا مش بعملها اصلا يعني لما حماتي تقول لي ايه طب العجين. المهم انا خلاص قربت اخلص اهوت. وهبدا بقى كده ان انا ايه اغطيه كده بحبه دقيق وخلاص. بعد بقى ما غطينا العجين حلو كده وسيبناه قعد حوالي قول ساعه ونص بالكتير قوي قوي قوي، كان قعد ساعتين. فكان خلاص بقى اللي هو بقى ايه هينزل بقى من الطبق كده، رحت مفضيه حبه في حله او في طبق.
ورحت عاملاه زي ما انتم شايفين كده اهو، عشان ما يصرش بقى من الجناب وكده لحد لما نجيب الحاجات كده يعني ونقرص. تمام. هنجيب بقى الايه الطبالي بقى او الصواني او الالواح ونقرص عليها. انا مش اقرص، ممكن يعني احنا لما يكون في الشتاء بنقرص على دقيق، في الصيف بنقرص بنجيب ميه وبنحط عليها زيت زي ما انتم شايفين كده اهو، وبنقرص عليها. ما بتخليش العيش وشه يقشف، بتخلي العيش كده وشه ايه لامح كده وجميل زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم ان انت تعمل في العجين اصلا متعه يعني كده. الناس بقى اللي ما بتعرفش تقرص، هو احنا بنقطع كده بايدينا، بنبقى كده يعني متملكين العجين في ايدينا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. بنبدا ان احنا ايه نقطع كده على حرف الحاجه اللي احنا عاجنين فيها، وبعد كده نبدا ايدنا بقى اليمين تبقى مبلوله بقى ايا كان بقى ايه، لو دقيق او ميه عزيز زي ما انا بعمل كده، وتبداي تكوريها زي ما انت شايفه كده اهو. بصوا الموضوع سهل جدا جدا جدا، بس عايز ممارسة. يعني انا ما كنتش بنزل نازله من بطن امي مثلا عارفه ان انا بقرص ولا بخبز ولا الكلام ده كله. هو الموضوع كله بيبقى ممارسه، زي ما انا مثلا قلت لكم في الاول فيديو ان انا مثلا بعلم بنتي ازاي. هي مش هتعجن، بس مرة على مرة على مرة على مرة على مرة هتبقى عارفة ان ده اللي بيحصل. انا امي كانت بتعمل معايا كده، كانت لما تيجي تعجن تقول لي ايه يلا عشان نعجن، مع ان انا صغيرة ومش هعرف اعجن، بس كانت بتعلمني. ماشي، بتعلمني. احنا الفلاحين بناتنا شطار وكويسين. طبعا البنات بقى اللي هم مش اسكندرانية بقى وكده والكلام ده، وما بيعرفوش العيش اللي هو البلدي ده، بمعنى اصح يعني بيبقى العيش بتاعهم كله من هو من الفران كده. احنا برضو عندنا الفران اللي هي العيش بتاع اللي هو بتاع الطابونه، والعيش اللي هو الحر التاني ده، بس ما بنقدرش يعني ايه نستمر عليه كتير. تمام. ما بنحب احنا العيش البلدي اللي احنا بنخبزه بايدنا ده. ولعنا بقى الفرن، وطبعا العيش كان خمر كده، يعني يا دوب عم نخلص التقريص الكميه كلها بيكون اول ايه حاجه انت قرصتيها بتكون رفعت تمام او خمرت. بنبدا بنجيب المطرحه بقى ونعمل كده، والمطرحه زي ما انتم شايفين كده اهو، ونفرده على المطرحه كده ويتغبس زي ما انتوا هتشوفوا بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي. اللي هو انتي شفت انتي بتنشلي، شو عارفين انتوا اللي بيلعب بينج بونج اهو ده البينج بونج اهو. بصوا اهو، عايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا، بس للي يتعلمها. اللي هو انت مثلا ايه حابه تعلميها مره مع التانية مع التالتة مع الرابعه، حد قاعد مثلا يقولك ايه طب اعملي كذا، طب مش عارفه ايه، طب حاولي انت تحدفي بالطريقه الفلانيه او بتلاقي نفسك اتعلمتي بسرعه جدا وبسهوله. هو الحادثه مش صعبه خالص والله العظيم. انت كانك بتحطي حاجه كده وبترجعي انت بتخطئ، بس المهم ان انت ايه تخطفي ايدك كده بسرعه اهو كده. او بص العيش بقى ما شاء الله عليه انتوا شايفين اهو، يعني على رأي المثل اوديكي فين يا شطورة. طبعا احنا الفلاحين شاطرين تمام، فاي حاجة سدين. انتوا شايفين العيش طلع عامل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، 5 علي. الطريقة والله العظيم يا جماعة بتاعت الخبيز بتاعت العيش دي سهلة جدا، زي ما قلت لكم في اول الفيديو اسهل من السهولة، بس محتاجة حبة خبرة صغننين قد كده. اللي هو انت بتروحي ايه يعني محتاجة ثقة يا جماعة. الموضوع بتاع الخبيز ده مش محتاج غير انه عايز ثقة. شايفين العيش ما شاء الله طالع جميل ازاي ومدور ومحير ويتاكل حاف كده زي ما بيقولوا. عايزة اقول لكم بقى ان احنا عندنا عادة يوم الخبيز ده، اللي هي احنا بنعمل ايه، بنجيب بقى سمنة بلدي وبنجيب سكر وبنجيب بيض، ونقعد بقى نعمل سندوتشات. بيبقى غدانا في اليوم ده حاجة اللي هو الاكل ده. بنجيب بقى الحته اللي هي المنفوخه دي اللي بتتفتح، ونروح حاطين فيها سمنه بلدي ورشين عليها سكر وحاطينها في الفرن. يا نهار ابيض على الجمال. او سمنه بلدي ونروح عاملين حبة بيض كده ربينهم بحبة فلفل اسمر وحبة ملح، ونروح حاطينه في الرغيف كده ونروح حاطينه برضه في الفرن. يا خرابي، ده الاكل الرسمي اللي هو بتاع يوم الخميس ده. وممكن بقى نعمل صينية بطاطس، ممكن نعمل صينية رز معمر، ممكن نعمل بقى حاجات كتير يعني ايه. هي بس دي اشهر حاجات يعني. ممكن نعمل صينية بطاطس، صينية رز معمر، صينية ايه بيض،
تمام. هنا بقى المفاجأة اللي هو انا اصلا يعني انا كل مره كده بحاول ان انا اتعلم الرح شويه. تمام. ليه مش متعلمه انا الرح قوي يعني كده وابقى مثلا بيرفكت فيه؟ لان انا يعني انا بعجن وبقرص وبخبز وبشوح، فمفيش فرصه ان انا اقعد ارح. بيبقى مثلا حد اللي بتخبز دي بتبقى هي بتخبز وبتطلع، وبيبقى في حد وراها بيرحلها عشان خاطر يلحق عليها. تمام. فانا المره دي بقى يعني زي ما بيقولوا كده، قلت بقى اما اجرب كده يعني ما شاء الله يعني المره دي عملت شويه، لحيت شويه كتار حوالي طبليه يعني. فده حاجه في حد ذاتها كده انجاز المره دي. انا ما كنتش باخد فرصتي كل مره ان انا اريح يعني واخبز، بس انا بقيت احذف الرغيف. تمام. 5 عليا 5 عليا. بقيت احذف الرغيف وبعد كده اروح اخد رغيف تاني كده اروح اقعد ارح فيه. تمام. هنا بقى من عاداتنا وان احنا بنخلي البنات الصغيرين ولادنا بنعمل لهم عيش صغير كده يخبزوه و يعني هم قاعدين قدام الفرن، يعني زي ما بنخليهم يعجنوا وبرده بنخليهم يخبزوا. تمام. ما جبتلكوش بقى انا العيش بعد كده بعد ما نخلص بنقطعه كده 4/4 وبعد كده نحطه في الفرن كده ونطلعه يبقى متشوح، وبعد كده بنعبيه ونحطه في الفريزر. بس الحته دي ما جاتش. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد.